شوف نرضى حتى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعيني الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم وعيد مبارك سعيد ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة وبالسلامة وبكل ما كتمناو جميع متابعي القناة وجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كنبغي نهنئكم بهذا العيد وكنتمنى إن شاء الله أنكم يعني تكونوا في أحسن الأحوال. ثانيا كنبغي نشكر جميع متابعي القناه، بالاخص الناس اللي تواصلوا معايا وكانوا كيتواصلوا معايا دائما، بالاخص بعد يعني الفيديو بعد ما قلت لكم انا كانت عندي واحد العمليه صغيره ولله الحمد احنا الان او لا انا الان بخير وعلى خير، هادشي اكيد بفضل الله تعالى. وان شاء الله لنا عوده باذن الله بعد اسبوع غادي نستأنفوا ان شاء الله العمل. وصراحه الفيديو ديال اليوم جا على غفله، ما كنتش معوله عليه، ولكن قلت لي مالا نشارك معكم الاجواء الجد جميله بمدينه الداخله. صراحه كنا خارجين هاد العشيه هذه ولفت انتباهي يعني واحد الجو احتفالي ما يسمى بوجلود، اكيد اجواء احتفاليه ممتازه، اكيد ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله في هذا الفيديو. اكيد هو هذا الفيديو قصير. الى هذا غنقول لكم ان شاء الله نلتقي في فيديو قادم باذن الله تعالى. دمتم في امان الله وحفظه، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم. وختاما متابعيني الافاضل، كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو او هذا الميني فلوج انه يعني يعجبكم، وكذلك هذا الفيديو خاص للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. اكيد الناس اللي كتبغي تعرف يعني الاجواء، وكذلك حتى لما لا الناس اللي كاينه في داخل المغرب. كنبغي نتقاسم معكم هاد بعض الاجواء اللي هي صراحه جد مميزه اللي كتمتاز بها بلادنا ولله الحمد. كنتمنى لكم عيد سعيد، وما تنساوش نرجع الموضوع بالنسبه للناس اللي خارج ارض الوطن، راه الحياه واحده سواء داخل المغرب او لا خارجه وفي بلاد الغربه. يحاول الانسان يستمتع بما امكن ويخلق الجو ديال السعاده، لان السعاده تخلق ماشي كتجي يعني من المحيط. هذه رساله قصيره جدا، وتحيه لجميع المتابعين والاصدقاء اللي خارج ارض الوطن وكذلك داخله. الى هذا غنقول لكم نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله تعالى. دمتم في امان الله وحفظه، تحياتي للجميع بدون استثناء.